السلام عليكم، زي كل اخواتي واصحابي حبايبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. جايب لكم قصه صغيره النهارده بس كلها عبر ومواعظ. قصتنا النهارده بتبدا في بيت تاجر من تجار جزيره العرب. التاجر ده كان امين وصادق جدا، ولكن فجاه حصل له مشاكل في شغله وضاعت كل تجارته وكل امواله. قاعد هو وزوجته بيتكلموا عن الحال فزوجته قالت له: انا كنت بشوفك يعني بتدي للناس فلوس وتسلف ناس فلوس. قال لها: لا، انا والله كنت اياميها بديها لهم على صفه يعني زكاه او مساعده او كده، فما ينفعش اطلبها منهم تاني. واثناء هما بيتكلموا دق باب البيت، فقام التاجر ده عشان يفتح. كان اسمه خزيمه. قام خزيمه يفتح الباب فلقى واحد واقف على الباب ملثم، فقال له: من انت؟ قال له: انا واحد عرفت بحالك وجاي اساعدك. فقال له: تساعدني؟ تساعدني ازاي؟ قال له: جبت لك الفلوس دي. فقال له: انت مين؟ قول لي. قال له: لا مش مهم. قال له: لا لازم تعرفني. قال له: خلاص انا جابر عثرات الكرام. قال له: جابر عثرات الكرام؟ احنا سمعنا الاسم ده كتير بيتردد بس ما نعرفش مين هو جابر عثرات الكرام. المهم اعطاله الفلوس ودخل. فزوجته قالت له: مين اللي كان على الباب؟ قال لها: واحد بيقول انا جابر عثرات الكرام واعطاني الفلوس دي. فبيفتحوا الفلوس يشوفوها لقوها 4000 دينار. 4000 دينار. فرحوا جدا، وامراته قالت له: ده كده احنا ممكن نسد ديوننا ونرجع تجارتنا تاني ونقف على رجلينا. وبالفعل ده اللي حصل. وبعد فترة زمنية صغيرة قدر الراجل التاجر ده خزيمة يسدد ديونه ويقف على رجله وترجع تجارته تاني.